لسه مكملة معاكم تجربتي مع مكة المكرمة للمفروشات. طبعا دي صفوف الفوط كلها، كل الأحجام هتلاقوها، والسادة والجبير واللي فيها نقشة واللي من غير. كمان بصوا بقى القمر دوت من جوه عامل ازاي. الملمس ناعم قوي ومفارش تحفة جدا جدا جدا. الألوان خطيرة يا جماعة. أنا لسه هوريكم ألوان على الصفة التانية. طبعا اللي فوق دي مفارش عرايس. الأذواق عندهم كل الكاتيجوريز من تركي مصري هندي كله. بصوا برضو جوه عامله ازاي والجمال ده. بصوا اللون اللي ورا دوت تحفه ازاي. غير كده ان هم كمان بيهتموا بكل حاجه الاطفال من ملايات ومفارش. عندكم مثلا ده طقم مفارش لسرير الاطفال، كيوت قوي ده. طبعا هوريكم كمان دلوقتي طقمة كده ملايات، غير الملايات اللي هي بتبقى يعني مفردة. حلوة كلمة مفردة دي هوريها لكم في بارت 3، فانتظروني. بصوا جمال الملايات وطقم الملايات دوت عامل ازاي. بصوا الالوان، وكل رسمة موجودة على العلبة هي اللي موجودة في العلبة على اختلاف الألوان. والكل بقى محبين تقومة الفيلة. الطقم ده تحفة جدا، دي ملاية خالص وده مفرش. بصوا جمال التفاصيل عاملة ازاي. طبعا كل دي بقى في لحفة فايبر مختلفة، ولسه هوريكم لحفة فايبر تانية. أما بالنسبة لملايات الأطفال بصوا الكيادة والجمال ده. بصوا تحفة. وعشان تتفرجوا على الباقي بقى انتظروا بارت 3.